السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. قاتل غامض بيقتل 3 بنات من بلدة صغيرة سنة 1987، وكل واحدة بيديها 16 طعن، والبنات دول اسمهم تفة وهيفا وميسة. وبعد 35 سنة بيفضل الكابوس ده يطارد أهل البلدة لأن محدش عرف مين القاتل ده، وبنلاقي كمال لسه بيحقق في الموضوع وبيعمل فيديوهات وثائقية عنه. وفي ليلة الهالوين بنروح على ولاء اللي أمها ثريا كانت حاضرة وقت وجود القاتل، وعندها هوس منه ملازمها لحد دلوقتي، وفرض حماية كبيرة على بنتها، وعلمتها فنون الدفاع عن النفس ومشيها بنظام الاغتصاب ورشاش الفلفل، لدرجة إن بنتها بقت تتضايق، وده عمل فجوة كبيرة ما بينها وبين أمها، وبقوا على طول على خلاف. وأبوها حسين بيقولها على فكرة أنا كنت شبه أحمد رمزي وأنا صغير. وثريا بتصمم إن أبوها يوصلها لحفلتها ويفضل مستنيها هناك لحد ما تخلص ويرجعها للبيت. لكن ثريا بتجيلها رسالة غريبة من كمال، لكنها بتكذب على جوزها وتقوله دي رسالة من جروب الماميز. وبتخرج ولاء غضبانة من كمية التحكم، وتوصل لبيت صاحبتها أميرة اللي أمها لمياء عالمة ورايحة شغلها لأنها مش بتاخد أجازة في ليلة الهالوين. وفي الأثناء بيوصل واحد لابس قناع القاتل لبيت ثريا وبتسأله انت عايز ايه، لكنه بيخرج سكينة وبتقفل الباب بسرعة وتجري تفعل انذار البيت علشان الشرطة تيجي بسرعة، وبيحاول يهاجمها لكنها بتضربه لانها كانت مستعدة كويس للحظة دي، وبتجري على المطبخ وتمسك سكينة وتقوله خلاص الشرطة قربت توصل ولو شافوك هيمركحوك. بالتالي بيخرج وبيسيبها، لكنه بيفاجئها ويدخل من الباب التاني وبتضربه في صدره بالسكينة، لكنها خلاص مش قادرة تتحرك، وبيلحقها ويضربها 16 طعنة وتموت. وبتمسك ولاء جاكيتتها وتعيط جامد، شكلها كانت بتحبها فعلا رغم كل الخناقات. ولما بتروح المدرسة المدير درويش بيقول لهم لأن القاتل رجع لازم المدرب رمزي يقول لنا كام حركة على كام نطة كده تدافعوا بيها على نفسيتكم، وبيسيب الكلمة للمدرب. المدرب بيقول لهم مفيش حاجة هتنقذكم، الجري نص الجدعنة، لو شفتم القاتل اهربوا، البقاء للأسرع. ولما بتخرج المأمورة سميحة بتقول لها انها شاكة ان ابوها هو القاتل لانه اكتشف خيانتها مع كمال، لكن ولاء بترفض ده تماما. وبتروح ولاء لصاحبتها أميرة في معرض العلوم وتلاقيها بتبني آلة للسفر عبر الزمن طبقا لكتاب إرشادات من أفكار والدتها لمياء، لكنها مش قادرة تكملها لأنها فيها حاجة ناقص، وهي ظابطة تاريخ على اليوم اللي بتحصل فيه أول جريمة في البلد. بالتالي بتيجي فكرة لولاء انها لو مسكت القاتل في الماضي امها مش هتموت في الحاضر. لكن وهي ماشية بنلاقي ان القاتل بيطاردها، وبقت تتابع فيديوهات كمال عشان تعرف اكتر عن القاتل وتحاول تعرف ليه رجع يقتل تاني اصلا واشمعنى امها. وولاء بتقابل كمال وتقول له هي مامي كانت بتكلمك ليه؟ قال لها لانها كانت عايزة تمسك القاتل حتى بعد كل السنين دي، لانه زمان ساب لها رسالة في ورقة ان هو هيقتلها ان ما كانش النهاردة يبقى بكرة. وبتقابل اميرة عند المهرجان عشان تساعدها ويمسكوا القاتل اللي كان بيطارد امها، لكن بيظهر القاتل ويهاجم ولاء وبتتفاداه وتجري زي ما المدرب قال لهم، وتصرخ اميرة الحقونا وبتستخبى منه في آلة الزمن. لكن ايديها بتيجي في زرار بيشغل الآلة وتعمل صوت عالي يسمعها القاتل ويحاول يضربها بسكينة، لكنها بتعمل بلوك للضربة وتغرز السكينة في لوحة الآلة. وولاء بترفصه، لكن السكينة بشكل ما شغلت الآلة وسط دهشة كبيرة من ولاء. وفجأة بتلاقي نفسها في الماضي في نفس مكان المهرجان، وبتحط على الآلة يافطة خارج الخدمة علشان محدش يقرب منها. وبتلاقي الآلة خدت صورة ليها مع القاتل بتاخدها، وبتقابل واحدة بتقولها احنا في سنة 1987 وبتسألها عن ثريا أمها، لكنها بتقولها عدامك معرفهاش، بس لو هي في سنك فهي أكيد في المدرسة، تعالي يا بنت أما أوصلك. وبتقولها ولا إزاي هركب عربية مع واحدة معرفهاش، ممكن تكوني سفاحة. فبتقولها يا أختي هو في سفاحة بتخرجك بالترنك؟ وتروح للمدرسة وتقول لموظفة الاستقبال أنا ولاء الشريفة ومدرستي في كندا حولتني لمدرستكم، وبتديها على طول جدول الحصص بدون حتى ما تتأكد من كلامها. طبعا هو في حد بيروح المدرسة برجليه. وبتلاقي أول حصة هي حصة الألعاب، وبتشوف هناك الثلاث بنات اللي ماتوا، لكن بتفاجأ إن العنف المقنن هو السائد. وبتسأل واحدة منهم عن أمها ثريا، وبتقول لها ثريا دي الساحرة الشريرة في المدرسة اللي بتسب وتلعن عادي وبتضربها بالكورة في وشها. وبتحاول تروح تتكلم معاها وتقول لها أنا ولاء من كندا والمفروض تلغوا فكرة الحفلة بتاعت الليلة دي، لكن ثريا بتقول لها حط الفكرة بتاعتك دي
في الزبالة. الولية كان لسانها مبرق، وبتروح ولاء للشرطة وتقول لهم ان في جريمة قتل هتحصل النهاردة بالليل وانا جاية لكم من المستقبل، زي بالظبط فيلم العودة للمستقبل. لكن ابو سميحة بيتريق عليها ويقول لها ارجعي يا بنت للمدرسة والا هقبض عليك. بالتالي بتدرك ولاء ان محدش هيصدقها، فبتقرر تروح لأم أميرة لأنها أصلا صاحبة فكرة آلة الزمن، بالتالي هي الوحيدة اللي ممكن تصدقها. ولما بتشوفها بتقول لها يخرب بيتك ده انت زي القمر، وبتحكي لها كل اللي حصل وبتثبت لها ده لأن محدش يعرف عن كتاب آلة الزمن ده غيرها، ولأنها معاها آيفون وبتاخدها توري لها آلة الزمن. وبتقول لها لمياء إن ثريا أمها صديقة مقربة للثلاث بنات اللي ماتوا، وإن الأربعة ضمن مجموعة فاتن. ولما لمياء بتشوف الآلة بتعرف إن هي كانت محتاجة بس موصل معدني علشان تشتغل. وبتلاقي ولاء في شنطتها أدوات ومسدس مسامير، وبتقول لها ولاء عايزة أفهم تأثيرات وجودي هنا في المستقبل لأني شفت فيلم افنجرز اند جيم وما فهمتش حاجة منه. بتقول لها لمياء إن الخط الزمني كأنك ماشية في نهر، أي حاجة بتتغير هنا هيكون ليها أثر في المستقبل. وبنرجع للمستقبل بنلاقيهم بيحققوا في اختفائها، وبتقول لهم أميرة إنها سافرت عبر الزمن، لكن طبعا محدش بيصدقها إلا كمال اللي مشي وراها عشان يعرف أكتر. وبتروح ولاء للحفلة وبتلاقي هناك النسخ الشابة من المدير درويش والمدرب رمزي والمأمورة سميحة اللي بيرفضوا يدخلوهم، ومعاهم درويش. ودرويش بيقول لها عنده مكان يقدروا يدخلوا منه، بيحاول ينط من على السور لكنه مش عارف. بالتالي بتقترح ولاء ان هو يشبك لهم وبعدها يفتحوا له من جوه ويدخلوه. ولما بتدخل الحفلة بتشوف أبوها حسين اللي كان فعلا شبه أحمد رمزي، والله ما كذب. لكن في الوقت ده كان على علاقة بتفة، وبتحاول ولاء تدخل عليهم برقصة البجعة اليتيمة لكنهم بيستغربوها جدا، وأمها بتقول لها ريحتك وحشة فسحي كده شوية. وبيلقط كمال الشاب صورة ليهم، لكن حسين بيهزاه وبتطلب تفة من رمزي يطلع ولاء بره، وبيشيلها هيلا بيلا ويرميها لبره. وبنلاقي درويش طبعا فرحان باللي حصل لها لأنها دخلتوش، وبتحاول تدخل تاني لكن سميحة بتمنعها، وبتقول لها ولاء انها في المستقبل هتبقى تعيسة وشبه الرجال. ولما بتدخل بتلاقي خناقة ما بين تفة وحسين لان واحد قال له انها خانته مع تامر حسنة، وبتقول لها ولاء ده مغني مشهور. ولما بتسمع تفة كده ان هو مشهور بتجري عليه، وبتروح ولاء لشلة تفة وتقول لهم انها في خطر ولازم كلنا نفضل جنبها. لكن ميسة بتنادي على رمزي عشان يرميها لبره، لكنها بتتغلب عليه وتجري تدور على تفة اللي راحت الأوضة علشان تغري المغني، لكن بيظهر القاتل ويقتلها ب16 طعن. وبتوصل ولاء فعلا لكن بعد فوات الأوان. وبتستغرب ثريا وبتسأل ولاء عرفت ازاي ان تفة هتموت. قالت لها انا عندي قدرات خاصة جدا وبشوف المستقبل لحد 2023 عن طريق بلورتي السحرية. وبتصدقها فعلا ثريا وبتقول لها ولاء كلكم في خطر، كل مجموعة فاتن في خطر ولازم تساعدينا عشان ننقذهم. ولما بيروحوا بيتها بتقول لها ولاء انا جاتلي رؤية ان ميسة هي الضحية التالية وهتموت بعد بكرة في منزل خشبي جوه غابة. وبنعرف من ثريا ان شلة فاتن دي كانت شلة متنمرات وليهم اعداء كتيرة هم الضحايا بتاعتهم، واشهرهم سميرة السمينة. وبتشك لمياء في رمزي وبتقول لهم ثريا خلاص انا احب رمزي عشان ما يقتلنيش. بالتالي بتقع ولاء بلسانها وتقول لها لا المفروض تحب حسين. وبتتحمس جدا ثريا رغم ان ولاء بتقول لها يا بنت اهدي وركزي كده في الكلام ده بعد سنين مش دلوقتي، لكنها بتقول لها الوقت مش هيفرق حسين بتاعي خلاص. وبتحذرها ولاء انها تقرب منه الا في الجامعة. وفي المستقبل اميرة بتنجح انها تصنع آلة تانية للسفر عبر الزمن، وبيدخل عليها كمال ويقول لها ان مكان قتل تفة اتغير، وبتلاحظ وجود رسالة جنبها سابتها لها ولاء في ورق وبتقول لها فيها غزي الآلة. وبتفهم اميرة الرسالة ان الآلة ناقصها بس موصل معدني. وفي الماضي بتقترح ولاء ان هم يروحوا في رحلة كلهم، وبتقول لها ميسة تعالوا نروح بيت الاجازة بتاع ابويا وامي. وبيتحركوا فعلا لكن في الطريق بنعرف منهم ان هم كانوا بيتنمروا جدا على اللي اسمها سميرة السمينة لكنها ماتت في حادثة عربية. وبتنام ولاء من التعب ولما بتصحى بيكونوا وصلوا فعلا، لكنها بتصرخ وتقول يا لهوي عليا وعلى سنين السوداء، لانها بتكتشف ان البيت اللي كانت تقصده ميسة هو البيت اللي هي اتقتلت قدامه. وبتحاول تخليهم يمشوا لكنهم بيرفضوا لان هم كمان دعوا رمزي وحسين وسميحة. وبالليل كلهم دماغهم بقت منونوة من الممنوعات اللي شربوها. وبتحاول ولاء تدخلهم جوه البيت وبتقول لهم في بيتزا جوه، لكن رمزي بيرفض دخولها ويقفل الباب في وشها وبتقول دي ايه النيلة السوداء دي،
بسيبه يقتلهم كلهم ويخلص عليهم بلا قرف. وبتسمع سوريا صوت حد بره وبتقول لحسين يقفل باب الأوضة بسرعة عشان في قاتل جاي يقتل ميس. وأثناء ما ولاء بتحاول تدخل من الشباك بتلاقي هيفا نايمة والقاتل خارج من الدولاب، وبتحاول تخبط عشان تصحى لكن القاتل بيشغل أغنية صوتها عالي علشان محدش يسمع صريخها، وبيقرب علشان يقتلها لكنها بتصحى وتزقه بس بيرميها من فوق وينزل يديها كام طعنة في ظهرها ويقلبها ويكمل طعنات عشان تبقى مستوية من جوه. وبيظهر حسين ويحاول ينقذها منه لكن بيديله بوسة في كتفه. ولما القاتل بيحاول يخرج بتظهر ولاء وتديله واحدة في راسه لكنه بيمسكها وخلاص هيقتلها، وبتضربه سوريا بس بيزقها ويضربها ضربة جامدة فبتفقد الوعي. وبيمسك حسين حتة حديدة ويحاول يهوشه، بالتالي بيخرج ويسيبهم. وفي الاسم بتحاول تدي للمأمور دم القاتل عشان يمسكوه لكن بيتضح اصلا ان هم لسه موصلوش لقاعدة بيانات والحمض النووي والحاجات ده كله في المستقبل لسه مش دلوقتي. والحيرة بتوصل لولاء لانها ما غيرتش حاجة غير ترتيب قتلهم لكنهم في النهاية مات. ولمياء بتقول لها ان خلاص آلة الزمن شبه اكتملت بس محتاجين واي فاي اللي هياخدوه من البث المباشر في المهرجان اللي اتقتلت فيه هيفا، ولان هيفا ماتت فعلا فاكيد هناك هتموت ميسة بدل هيفا. ولما بيروحوا هناك بتقول لها لمياء ان المحول المستقبلي بايظ ومحتاجين حاجة تعطل الجاذبية علشان الجهاز يشتغل. وبتشوف ولاء لعبة الطابق الطاير وبتقول للمياء طب ما دي تنفع يا بنت. وبتدخل لمياء علشان تركب آلة الزمن في اللعبة وبتقول لها روحي انت امسكي القاتل. وبتيجي فكرة لولاء ان هما بما ان هو هيطارد ميسة فممكن نستفاد من ده ونستخدمها كطعم باننا ندخل بيت الرعب نستخبى فيه وبعدها تدخل ميسة بحيث ان القاتل يخرج وراها وينقضوا عليه كلهم، بس هيكون معاه جهاز انذار الاغتصاب اللي بيطلع صوت انذار قوي شيء مطمئن. وبيمشي وراها فعلا القاتل وبيخبط في كمال بالصدفة. وفي المستقبل بيفتكر كمال ده فعلا وخلاص أميرة على وشك تشغيل الآلة. وبنرجع للماضي وبتدخل ميسة فعلا بيت الرعب وبيدخل وراها القاتل وكلهم متأهبين عشان يوقعوه في الفخ، لكن ولاء بترتبك ويقع منها مفتاح ويسمع القاتل ده ويجي عليها ويحاول يقتلها لكنها بتوقع منه السكينة ويهاجمه حسين لكنه بيضربه. وبتجري منه ولاء لحد ما يوصلوا الأوضة كلهم بيتلموا عليه فيها لكنه هو أقوى منهم، بس بتقدر ولاء تضربه بالسكينة في ظهره لكن ده ما قتلهوش وخلاص هيقتلها، بس بتظهر سميحة وتقتله بسيف في ظهره. ولما بتشيل القناع بتكتشف ان القاتل هو درويش والعقد اللي في رقبته فيه صورة سميرة السمينة. وبنكتشف ان التفة خدعتها ودعتها في حفلة وخلتها تسكر عشان تتنمر عليها. ولما البت اتضايقت وخرجت سكرانة فعربيتها عملت حادثة وهي سايقة وماتت. بس سوريا ما كانتش تعرف حاجة عن اللي حصل لانها ما كانتش معاهم، بس طالما ما كانتش معاهم هو قتلها ليه في المستقبل. لكن في وسط ما هما بيتكلموا وبيتناقشوا بيظهر قاتل تاني ويذبح ميسة اللي لا إراديا بتشغل جهاز الإنذار. وبيجروا كلهم ويكمل القاتل 16 طعنة في جسم ميسة. وبتجري لمياء مع ولاء عشان تركبها الآلة وبتقولها لازم تمشي دلوقتي ولا هتفضلي هنا للأبد، خليكي في مركز الطبق ولا هتنفجري. وبيظهر القاتل وولاء بتقولها اجري من هنا بسرعة وبتنط لمياء من الطبق وخلاص بقت هي والقاتل سوا وعلى وشك ان هو يقتلها، بس بتظهر سوريا وتهاجمه وبيحاول الاتنين يقتلوه بس سرعة الآلة بتعلى وبيتلزقوا في جدران الطبق مع اختلاف توجيه الجاذبية. لكن القاتل بيقوم ويقاوم ويتحرك بصعوبة ناحية سوريا وبتحاول تتحرك ولاء ناحية مركز التحكم في الآلة وبتحاول سوريا تبعد عنه لأنه بيقرب أكتر وأكتر وعلى وشك إن هو يقتلها، لكن ولاء بتفتح بوابة الآلة وتخرج سوريا لكن بتقفش معاها القناع بتاعه. وبنكتشف إن القاتل هو كمال قتل أمها لأنه كان مهووس بالقاتل وكان عايز يخلده زي مايكل مايرز كده اللي هو مش مهم الشخص اللي بيقتل المهم القناع نفسه. وبيقرب منها لكنها بتنجح ان هي تضربه بالسكينة في ايده لكنه شالها وهيقتلها بيها، بس في اخر لحظة بتمسك مسدس المسامير وتضربه وتقول له بالسلامة يا حلاوة وترفسه علشان ينفجر. وبتبدأ فعلا الآلة في الانتقال الزمني مع كل الذكريات اللي مرت بيها بتترسخ جوه عقلها، توصل فعلا وتلاقي امها لسه عايشة لكن مع اختلاف وحيد ان امها سوريا برضه ما سمعتش كلامها وما استنتش للجامعة واتجوزت حسين فعلا قبل الميعاد، بالتالي خلفت منه واد قبل ما تخلفها هي وسمته ولاء. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه، بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.